السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. ممكن سؤال عن معنى الآية لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. السفع هو الأخذ الشديد، الناصية ناصية الرجل إشارة إلى مقدم الرأس. يعني الآية بخصوص السبب، يعني سبب النزول، يعني نزلت في أبي جهل، تشير إلى طغيان أبو جهل، كان يمنع النبي عن أداء تلك الممارسات التي يريد أن يمارسها، تلك العبادات، يحاول أن يمنعه عن الصلاة وكذا. فالله يبين حاله في يوم القيامة. لنسفعا بالناصية، السفع قلنا الأخذ الشديد، الناصية مقدم الرأس، وهاي مقدم الرأس يشير إلى تمام البدن، يشير إلى ذلك السلوك الذي يخرج من الإنسان عن طريق إرادته وقدراته. ناصية كاذبة خاطئة، فإشارة إلى أن الأخطاء والكذب يخرج منه. فالله يبين أنه سيؤخذ أخذ شديد، يؤخذ من مقدم الرأس، يعني يذل، يؤخذ بحالة مذلة إلى النار. هاي بالمعنى الخاص بخصوص السبب. أما إذا نظرنا إلى الآية بعموم اللفظ، فبعموم اللفظ شاملة لكل كافر، شاملة لكل كافر، أنه سيؤخذ أخذ شديد إلى النار. ذلك الذي يحارب، ذلك الذي يعادي الدين، لا ذلك الذي بسبب القصور لم تصل له الحقائق كذا، لا، ذلك الذي يعلم ويحارب يعادي أولياء الله، فسيؤخذ أخذ شديد إلى النار بطريقة مهينة مذلة.